سامية جمال أخوها طلب إيديها، وماجدة تقاضي وزير الداخلية، ومحمد عبد الوهاب نطق الشهادتين في الطيارة. الفنانة هند رستم ليه رفضت دور ليلى طاهر في مسلسل عائلة شلش، وإيه علاقة فاتن حمامة بالموضوع؟ وقبل ما أكمل معاكم حبايبي، أحب أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل حبايبي. في مجلة الجيل عام 1964 وفي صفحة ليالي القاهرة نشرت المجلة مواقف طريفة وعبارات خفيفة الظل أطلقها فنانين من الزمن الجميل في مواقف معينة. وأول موقف هنشوف موضوع ماجدة، وتحت عنوان ماجدة تقاضي وزير الداخلية كتبت المجلة بتقول: رفعت الممثلة ماجدة دعوى ضد وزير الداخلية ضد أحد الصحف اللي نشرت بيان نسبته لمسؤول في الداخلية حدد فيه أسماء نجمات السينما المعترف بأن هم يعني شريفات أمام الوزارة بدون ذكر اسم ماجدة. وأنكر المسؤول ما نسب إليه، إلا أن ماجدة كانت مصرة على السير في الدعوة. والموضوع الثاني مع سامية جمال، وكان تحت عنوان غير جائز. كتبت بتقول: تلقت الراقصة سامية جمال برقية طريفة من أحد معارفها يعلن فيها إعجابه وخضوعه لها، وبيطلب منها أن هي تقبله زوجا لها، ووقع البرقية بتوقيع أخوك فلان. فردت سامية على برقيته ببرقية أخرى بتقوله فيها إن زواج الأخوة غير جائز شرعا. وموضوعنا الثالث والأخير بخصوص الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. وكان سافر محمد عبد الوهاب لليونان في أحد ليالي الشتاء وفي ظروف جوية سيئة، وكان قلقان ومش مطمن على الإطلاق. فاتصل عبد الوهاب بنفسه كده بالمطار بمرصد حلوان وسأله عن الأحوال الجوية وهل هي مناسبة للسفر ولا لا. وبعد ما طمنوا المرصد ان الجو ملائم، راح المطار وقام باختبار الطيار وسألوا: انت بقالك كام سنة في مهنة الطيران؟ فقال له الطيار ان هو في الشركة ديت من 12 عام. فقال له عبد الوهاب: طب كم مرة طرت على الخط ده؟ قال له: من ساعة ما بديت العمل في الطيران. سأله: طب وهل تحتمل الطائرة الرحلة؟ قال: كل الاحتمال. وهنا نطق عبد الوهاب الشهادتين وركب الطيارة. مسلسل عائلة شلش من بطولة صلاح ذو الفقار وليلى طاهر ومحمود الجندي وناهد جبر وأحمد سلامة وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد نبيه، وبتدور أحداثه حول الأحداث اليومية لعائلة شلش وعلاقته بالجيران وزملاء العمل. وكانت الفنانة الراحلة هند رستم اعتزلت التمثيل عام 1979 بعد نجاح فيلمها حياتي عذاب، اللي شارك في بطولة الفيلم معها نورة وعادل أدهم وعماد عبد الحليم ومجموعة أخرى من النجوم. وكان الفيلم من تأليف محمد عثمان ومن إخراج علي رضا. لكن بالرغم من اعتزال هند رستم للتمثيل، إلا أن المنتجين فضلوا يعرضوا عليها بعض السيناريوهات، وبالفعل قرر أحد المنتجين ترشيحها لبطولة مسلسل عائلة شلش. في البداية وافقت هند رستم على الدور وتحمست له جدا لكن اشترطت شرط واحد لتجسيد الشخصية. ووفقا لما رواه الكاتب الصحفي أيمن الحكيم في كتابه حكايتي مع هند رستم، فقال إن هند رستم اشترطت إن هي تتقاضى نفس الأجر اللي بتتقاضاه فاتن حمامة في أعمالها. اتردد المنتج وبدأ المفاوضات مع هند رستم، لكنها ما تنزلتش عن الشرط ده، وبالتالي راح الدور للفنانة ليلى طاهر.
وربنا يرحمهم جميعا ويرحم فنان الزمن الجميل. يا رب يكون الفيديو خفيف لطيف كده، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك. مع السلامة.